السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير حبيباتي المتتبعات الغاليات، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى لكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. جيتكم اليوم فيديو جديد، جبت لكم فيه هذا اللون الرائع جدا، الاشقر الذهبي الفاتح جدا. هانتوما شوفوا معايا اللون كيفاش خرج ليها واعر، واللون ديال شعرها هكذا كان. الا بغيتوا هذا اللون يخرج لكم بحال كيف ما شفتوه في الاول، تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، راه فيه واحد الميلونج رائع جدا مع سحب اللون. وشوفوا شعرها بعدا كيفاش كان في الاول، كانت دايره واحد الصباغه، ديجا كانت دايرها ديك الصباغه، هبطت ليها لتحت. وكتعرفوا دائما الصباغه فاش كتهبط كتعطي واحد اللون برتقالي المزعج. داكشي علاش هي ما بغاتش هذا اللون هذا. وشوفوا الجذور ديال شعرها، طلع فيهم هذاك اللون الاسود الطبيعي مع مزيج ديال الشيب. داك الشيب هو اللي بغينا نغطيوه نردو لون لون واحد. وهنا استعملت ليها اولا سحب اللون، سحب اللون بهاد هاد لابودر الزرقاء. هاد لابودر الزرقاء رائعه جدا البنات بالنسبه لسحب اللون. غنخلطوا ليها مع لوكسيدون رقم 30، ودائما غنخلطوا ليها بحال هكا. فاش تبغيو تخلطوه دائما يكون شويه مطلوق، ما يكونش خاسر قاصح، يعني يكون الخلطه تكون مطلوقه شويه بحال هكا كيف ما كتشوفوا معايا. وهنا بديت ليها غادي نصبغ ليها، بديت ليها من الجذور. والبنات انا بديت ليها من الجذور حيت عندها لتحت لي بوينت، يعني الشعر التحتاني اللون ديالو مفتوح. داكشي علاش بديت من الجذور، واخا كاين الشيب باش يرجع ليا اللون واحد يجيها في شعرها كامل. وانتم البنات الا بغيتو ديروا سحب اللون بداوه من التحت. راه اللون هاد سحب اللون كيخرج زوين الا بديتوه من التحت، حيت عندنا لي غاسين سخونين دغيا تيخرجوا. داكشي علاش بداوه من التحت. حذاري البنات تبداوه من لي غاسين، راه ما تيخرجش زوين. يعني لي غاسين تيخرجوا لكم بويض وكيبقاو لي بوينت كيبقاو مغلوقين. داكشي علاش بداوه من التحت. صافي غادي نديروا ليها شعرها كامل. وكنزرب هنا البنات، راه كنزرب باش نسالي ليها دغيا. هنا ملي ساليت ليها خليته ليها ربع ساعه فقط، ما فتش ليها ربع ساعه. ربع ساعه باش ما ناثرش ليها على الزغبه ديال شعرها، لانه لا طال الوقت راه كيقرد الشعر. وهنايا ردوا البال فاش تكونوا كتصبغوا، راه ماشي بحال الصباغه بلاصه كتخرج وبلاصه لا. هانتوما شوفوا البلاصه اللي ما خرجاتش بقاو كحلين، كنعاود ليهم البرودوي وكنتسنى واحد الشويه حتى كيخرج ليها مزيان مزيان، كيعطي لون واحد. عاد كنغسلوا ليها، هنا غنغسلوا ليها، غنشلوا ليها مزيان مزيان، غنحيدوا ليها من الشعر، لانها راكم كتعرفوا سحب اللون كيأثر على الشعر. داكشي علاش غسلتوا ليها هنا مزيان مزيان. وشوفوا معايا اللون هنا اللي عطاها، ولا ليها واحد اللون اللي هذا هو اللون اللي كيعطي سحب اللون، ما كيعطيش لون زوين. هنا ما تخافوش البنات اللي شفتوا هذا اللون خرج لكم بحال هكا، راه غير بحال لا باز ديال الصباغه باش تخرج لكم زوينه. صافي هانتوما لاحظوا معايا كيفاش ولا ليها لون صفر، بكل صراحه لون صفر. المهم حيد لي هذوك الالوان باش يهيئ لينا الشعر اللون اللي بغينا نديروه، حيت داك اللون الاشقر فاتح جدا بصعوبه باش كيخرج. راه ما كيخرجش على الشعر الطبيعي، لانه لا درتو على الشعر الطبيعي تيخرج برتقالي. هنا اختاريت ليها هذا الميلونج رقم 12 في انيبريا، مع رقم 8 صفر، مع رقم 10 في غارني، مع هاد المصحح الازرق هذا اللي كتشوفوا معايا. راه ما مكتوب فيه حتى رقم، مكتوبه فيه غير بلو، ما مكتوب فيه حتى رقم. مع هذاك الاخر، هانتوما شوفوا كنوريكم هنا العبوه ديالو كيفاش دايره، مكتوبه فيه غير بلو، يعني هذا مصحح ازرق باش يخرج لنا اللون زوين. هانتوما الا بغيتو تسكرينيوه، وهنا هذا اللون المحايد راه ما عنده حتى رقم، فيه صفر صفر، يعني اللون محايد. راه نتمنى يكون واضح معاكم. هذا هو اللي كيثبت لينا اللون الاشقر باش يفتح لينا مزيان وما يعطيش لون برتقالي. وهانتوما شوفوا معايا هذا اللون هذا، هذا المثبت الازرق
غندير فيه نقطه صغيره بزاف بزاف منه، لانه الا كثرناه غادي يغلق لينا اللون. ردوا البال البنات اللي يغلق لكم اللون. انا غادي نبدا نخلط هذاك الميلونج. انا درت هاد رقم 8 في انيبريا اشقر فاتح. غادي ندير النصف ديالها فهاد رقم 8، غنخلطها مزيان. هنا غادي نخلطها مع الرقم 12 اكسترا بلون، يعني اشقر بلاتيني. اكسترا بلون بلاتين، اشقر بلاتيني. هاد 12 راه كيعطي واحد اللون زوين، ولكن الا كان سحب اللون، الا ما كانش سحب اللون البنات ودرتو هاد الميلونج غادي يعطيكم برتقالي. ردوا البال، دائما يكون سحب اللون. هنا كنوريكم بصبعي خاصني فيه داك المصحح الازرق، راه ولا ليا ما بغاش يحيد اللون. هنايا درت رقم 10 في غارني. درت منها غير شويه، ما درتش بزاف من غارني، حيت درت النصف في رقم 8 والنصف من رقم 12 في انيبريا، ودرت واحد الربع في هاد غارني، مع واحد العصره واحده من هاد اللون المحايد، باش ما يخليش لينا هادشي كله، هاد الميلونج باش ما يخليش لينا الرقم اللون البرتقالي يطلع لينا في الشعر. هنا غنخلطو مع لوكسيدون رقم 30. هاد لوكسيدون ديال ديك الصباغه انيبريه تيكون معاها، وغنخلطو مع لوكسيدون ديال غارني، يعني رقم 30 مع لوكسيدون اللي كيكون في غارني. هنا غنخلطهم مزيان مزيان. هانتوما ردوا البال، خصهم يتخلطوا مزيان 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 باش يولي لكم خليط واحد، باش ما يخرجش لينا اللون مبرقع ولا نديرو عاوتاني شي حاجه ما زويناش. هانتوما شوفوا التكستور كيفاش ولا، تتولي بحال هكا ما فيها لا حبيبات لا حتى شي حاجه، باش تعطيكم لون واحد. هنا غادي نبدا نصبغ ليها شعرها، وراه الصباغه دائما كنشارك معكم الطريقه ديالها. هنا بديت ليها من التحت، لان الالوان المفتوحه الا بديتوها من الفوق راها كتخرج يعني في تتخرج الفوق ما تتخرجش زوينه، كتعطي واحد اللون اكثر من التحت. داكشي علاش بديت ليها من التحت الصباغه. غنستمر غنصبغ ليها شعرها كامل حتى الاخر. ودائما ملي تكونوا كتصبغوا ردوا البال وتاكدوا باللي يعني قصتوا الشعر كامل، صبغتوا الشعر كامل، ما خليتوا حتى شي بلاصه ما قصتوهاش. صافي هكا غادي نستمر حتى الاخر. مع المشيط ضروري تمشطوا باش تاكدوا باللي راكم صبغتوا الشعر كامل. ردوا البال البنات، راه الصباغه شويه صعيبه الا ما قصتوهاش في الشعر كامل، وهنا ضروري كدوزوا المشطه بحال هكا باش الشعر كامل يتصبغ. وهنا الصراحه ما غسلتوش ليها في الصالون، مشات بحالها حيت كان الليل وكان الصالون عامر، فما بغاتش تبقى تسنى تعطلات، بغات تمشي تغسلو في دارها. حتى لا غدا ليه في الصباح عاد رجعت عندي هنا، راه في الغد ماشي نفس النهار، حيت بالليل ما صبناش كيفاش نصوروا بكل صراحه. كان الصالون عامر وكان تبرزت فاش كيكون الصالون عامر، والكليان كنحولهم من بلاصه لبلاصه باش ما تيبانوش. تتعرفوا الحرمه ديال الناس ما تيبغيوش يبانوا. يعني حتى الاخير عاد جات، حتى الله غدا ليها عاد جات عندي، عاود تنشفتو لها بحال هكا، صايبت لها غير توشينك خفيف صافي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال اللون ديال شعرها كيفاش طلع. بكل صراحه راه مباشره تيبان واعر. هنا عييت ما نحاول بالتليفون كنصور به، يعني كي تتشوفوا بحال كيعطي واحد الاضاءه، تيغمق ليا اللون ديال الشعر، تيبان لكم واحد شويه ديال الاصفر. هو راه ما خرجش ليها نهائيا فيه الصفر، ما خرجش فيه البرتقالي، خرج ليها اشقر بلاتيني كيف ما كانت باغيه، مزيج ما بين اشقر بلاتيني واشقر ذهبي. خرج ليها واعر وزوين وعجبها، وهذا هو اللون النيت اللي كانت باغيه، حيت ما بغاتش هي داك الكري بزاف يكون كري بزاف بحال لون الشيب، ما بغاتوش، بغات هذا اللون هذا اشقر فاتح جدا، وخرج ليها لون رائع وهائل اللي عجبها. وانا كنفرح فاش كتمشي من عندي الكليانه عجبها داك الخدمه اللي خدمت ليها عجبها، كتفرحني وكنرتاح.
وكنبغيكم دائما تكونوا فرحانين، وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ولا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك وتابوناو معايا باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بشي كومونتير اللي يكون زوين بحالكم. وكل صراحه تندير محتوى زوين، وكندير محتوى، يعني القناه ديالي فيها المحتوى رائع، ولكن المشاهده قليله. وما عرفتش علاش المشاهده قليله، حيت انا ما كنخدمش على القناه بكل صراحه، غير تنلوح الفيديوهات اللي كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. كنتمنى تشجعوني بالمشاهده باش نزيد لكم المزيد والمزيد. من طبيعه الحال فضلا منكم وليس امرا. وقيلا انا ما تنلوحش الفيديوهات يعني في اوقات مناسبه، فيما كان شي فيديو كنلوحو كل مره تنلوحو في واحد الوقت، داكشي علاش ما تطلعش ليا المشاهده للاسف. ولكن ماشي مشكل، المهم بركه داك الكليه اللي تيجيو عندي فاش كيشوفوا الفيديوهات ديالي في القناه كيتصلوا بيا وتيجيو عندي. فمرحبا بكم كاملين اللي بغات تجي عندي، غنخلي لكم الرقم على الشاشه، واللي بغات تجي عندي اتصل بيا مرحبا بها في اي وقت، ومرحبا بكم في اي وقت. وشكرا على تعليقاتكم الزوينه اللي كتخليو ليا، على حيت كتفرحوني. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم حبيباتي. تهلاو ليا في راسكم، وبسلام عليكم، الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. كنتمنى هذا اللون يكون عجبكم.